المنظور هو كل حاجة. يعني إيه المنظور هو كل حاجة؟ ده اختبار بسيط كده هيوضح لك أنت شايف الدنيا وأحداثها من أي منظور. في اللحظة مثلا اللي أنت واقف فيها في الزحمة متعصب فاكر إن الدنيا كلها متآمرة عليك، في نفس اللحظة دي في واحد تاني بيودع الدنيا، كان نفسه في كام دقيقة كمان يقضيها مع اللي بيحبهم أو على الأقل يستدعي ذكرى كويسة. في نفس اللحظة اللي أنت بتتعصب فيها على طفل علشان وقع كوباية، في أب تاني بيبكي على ابنه اللي اتمناه سنين. في نفس اللحظة اللي انت بتتخانق فيها مع شريك حياتك علشان موقف تافه طبعين في الحوض أو ميعاد نوم مش كويس، في واحد تاني بيتمنى إن الموقف يرجع بيه ويصلح الدنيا ويقضي ليلة حلوة مع شريك حياته. الاختلاف هنا مش في الأحداث، الاختلاف في المنظور. اللي شايف بعين الحكمة بيشوف في الزحمة لحظة تأمل مش موقف تعذيب. اللي بيشوف بعين النعمة بيشوف موقف كسر الكوباية فرصة علشان يحضن ابنه مش علشان يتعصب عليه. اللي شايف بعين الرحمة بيشوف إن موقفه مع شريك حياته فرصة إن هما يفهموا بعض أكتر، مش إن هما يهدوا كل حاجة بنوها. المنظور هو كل حاجة. علشان كده قبل ما تحكم اسأل نفسك، هل أنا شايف الصورة كاملة؟ هل أنا شايف بعين الرحمة والحكمة والامتنان والنعمة؟ ولا شايف بعين اللحظة والغرور؟ في كل مرة هتحس إنك هتتضايق أو تتعصب فكر، لأنك في اللحظة دي بتستدعي الوعي، ما بتتصرفش من اللاوعي أو حاجات أنت متعود عليها، فبتربي نفسك على عادة جديدة وأسلوب جديد. اسأل نفسك، هل الموقف ده هيفرق بعد فترة؟ طب هل لو دي آخر لحظة في حياتي أو آخر موقف في حياتي هعمل نفس الحاجة؟ ببساطة جدا المنظور ده مش رفاهية، المنظور هو مفتاح للسلام، فرصة للنضج، للتعلم، لأسلوب جديد، لبناء حياة أفضل. لأنك لما بتغير منظورك بتشوف كل حاجة بشكل مختلف. واللي فاهم كويس قصة سيدنا موسى والخضر عليهما السلام في القرآن الكريم عارف كويس جدا يعني إيه منظور. سلام.